صباح الخير عليكم مشاهدينا مشاهدي قناة النهار ومشاهدي برنامج فرق كبير. خلصنا رمضان وخلص العيد وكلنا الكحك. كل سنة وانتم طيبين. صباح الخير عليك يا حنان. صباح الخير يا صفاء، وصباح الخير والتفاؤل على كل مشاهدين البرنامج. النهارده عندنا فقرات متنوعة نتمنى انها تنول اعجاب حضراتكم. انتظرونا بعد الفاصل. رجعنا لكم تاني، والنهارده هنتكلم في موضوع مهم جدا وهو علم الطاقة والأبراج. كتير مننا ما يعرفش يعني ايه علم الطاقة، وهل هو بيأثر على الإنسان وشفائه ولا لأ. وناس تانية بتحب قبل ما ترتبط تعرف إذا كان برج الشخص اللي هترتبط بيه متوافق معاها ولا لأ. عشان كده النهارده معايا ومنوراني خبيرة الأبراج والطاقة أستاذة سارة فودة. أهلا بيكي يا سارة، منوراني. اهلا بيكي، بنورك. أهلا بحضرتك. النهارده بقى عايزين نعرف الناس يعني ايه علم الطاقة. طب بصي، هو معنى علم الطاقة واسع جدا جدا. تعالي نتكلم بطريقة مبسطة قوي عشان الناس اللي بيشوفونا يبقوا مبسطين. انت بتقولي كتير مننا ما يعرفش يعني ايه علم الطاقة. الحقيقة ان احنا دلوقتي هنا في مصر بقى ناس كتير جدا بتهتم بالطاقة، وناس اكتر بتهتم بانها تدرس الطاقة وانها تتعالج بالطاقة وانها تعيش بطاقة ايجابية. حتى احنا دايما نقول لبعض في الشوارع طب يا اخي خليك متفائل، طب خليك ايجابي. طب يعني ايه خليك متفائل او خليك ايجابي؟ يعني خلي طاقتك حلوة، خلي عندك طاقة حلوة. الطاقة ببساطة شديدة وبشرح مبسط جدا ليها ان كل حاجة في حياتنا ليها طاقة. الترابيزة دي ليها طاقة، ممكن لما تشوفيها ترتاحي لشكلها او ما ترتاحيش. احنا لينا طاقة، لينا هالة بتحيط بينا. لو الحاجة دي بتريح او انا مرتاحالك هتلاقيني قاعدة بتكلم معاكي ومبسوطة ومبتسمة. لو انا مش مرتاحة مش هتلاقيني مبتسمة او مبسوطة. الطاقة ببساطة هي ارتياح. طب خليك ايجابي دي يعني لو انا ايجابي بجذب الحاجة الكويسة، لو انا مش ايجابي يعني خليك ايجابي عشان ايه؟ خليك متفائل، خليك ايجابي. انا لو شخص سلبي او شخص ما عنديش تفاؤل او شخص عندي نوع من انواع اليأس هجذب لنفسي دايما كل حاجة غلط، وهجذب لنفسي حتى الناس يعني اللي احنا بنقول عليهم توكسيك، اللي احنا بنسميهم الناس السامة او الاشخاص السلبية. اما لو انا شخص ايجابي بفكر بطريقة ايجابية هلاقي كل حاجة حواليا هتصبح ايجابية، لاني هجذبهم ليا، هقدر اشد ليا الناس اللي طاقتها ايجابية. الايجابية مع بعض بتخلي الناس كلها تعمل حاجة حلوة. لكن لو انا داخله مكان والمكان ده فيه ناس كتير طاقتها سلبيه تلاقي نفسك اتقفلتي من المكان وعايز تخرجي منه. يعني لو دخلنا مصلحه حكوميه مثلا، ولفظا كده مصلحه حكوميه، والدنيا فيها دوشه جامده جدا جدا والناس كلها عماله بتجري وزحمه وفظيعه جدا، انت هتبقي مرتاحه في مكان زي ده؟ لا مش هتبقي مرتاحه. مش مرتاحين اكيد. بعكس لو دخلتي بنك من البنوك مثلا اللي هي اجنبيه هتلاقيها دنيا فاضيه، وبتخشي بتقعدي على كرسي قدامك موظف بيتكلم معاكي وبيبقى انت وهو بالظبط كده. فانت بتلاقي نفسك انت نفسك خارجه مبسوطه. ساعات بنصحى من النوم اصلا نحس ان اليوم مقفول، تمام، اليوم نفسه سلبي. طيب. مواقع الابراج بتقول او مواقع القمر او الشمس بتقول ان النهارده يوم سلبي. طيب يعني احنا كده نقدر نقول ان علم الطاقه هو فعلا علم شفاء، يعني بيأثر على شفاء الإنسان أو لأ؟ بيأثر على شفاء الإنسان. ولو تلاحظي جدتي وجدتك وناس قديمة جدا جدا كانوا دايما يقولوا ما تقولش مثلا مرض السرطان، كانوا يقولوا عليه المرض الوحش. طب ليه؟ علشان الكلمة نفسها ما تتقالش. كان يقول لك بعد الشر كده حصل له حاجة كده جات له كده، وما يشاورش على نفسه. يعني يقول لك مثلا ده حتى بطنه وجعاه، طب ليه ما بيشاورش على نفسه؟ عشان ما يجذبش الطاقة دي لنفسه. يعني الناس دي من زمان جدا وهي بتتكلم عن الطاقة بس بطريقتهم. فالطاقة في الآخر بتساعد في الشفاء، بتساعد في كل حاجة. طاقة داخلة في حياتنا في كل شيء، بس احنا اللي مش عايزين نقتنع بيها. مع ان دلوقتي في مصر الحمد لله ناس كتير جدا بقت متفتحة وبقت فاهمة ان الطاقة دي داخلة في كل حاجة، لدرجة ان هي ممكن تعالج شخص يعني العلم نفسه معرفش يعالجه. تمام. وهي اسمها علم الطاقة، فهو نوع من انواع العلوم. يعني معنى كده ان مراكز العلاج بالطاقة اللي موجودة يعني دي ليها فايدة. المراكز دي موجودة بره مصر. في ناس كتير اخدها سبوبة. ما هي سبوبة ده علشان هو مش عارف او مش فاهم. لكن هي مش سبوبة، هي علم وموجود. والدليل ان في ألمانيا مثلا النهاردة في جهاز موجود بقاله دلوقتي اكتر من تقريبا 12 سنة. الجهاز ده الشخص بيقعد قدامه بيحط ايده فيه وبيفضل بيلبس حاجة على راسه وبيفضل قاعد معاه ربع ساعة، بيبين لك طاقتك قد ايه، بيقول لك الهالة بتاعتك قد ايه، بيقول لك الشكرات بتاعتك مفتوحة او مش مفتوحة، بيبين لك كل حاجة ليها علاقة بالطاقة. هل الجهاز ده زي كمان كشف يعني؟ بالظبط، بس كشف لطاقتك الداخلية. هل الجهاز ده ممكن يبقى سبوبة؟
لا. اكيد لا. يعني معنى كده ان هم في بلاد كتير متطوره ومتقدمه علميا بيستخدموا الطاقه وبيستخدموا الحاجات دي علشان يقدروا يوصلوا اللي هم عايزينه. لكن في مصر ما وصلناش للليفل ان ان المراكز العلاجيه دي او اللي بتعالج بالطاقه يعني بالفعل بتشفي، او ما لا وصلناش بنوصل لها، وفي ناس كتير جدا جدا خبراء طاقه، مش لازم اقول اسامي، لكن في تمام. ناس كتير شاطرين جدا جدا وبيعرفوا يعملوا ده كويس. وفي حاجه اسمها علم الريكي. الريكي دوت حاجه من علوم الطاقه، بيبقى فيها حاجه اسمها اللمسه الشافيه، او فيها طاقه معينه انت بتجمعي طاقه جسمك كلها في كف ايدك عشان تقدري تعالجي حد تعبان من غير ما تلمسيه. ده علم، وعلم موجود بقاله سنين السنين، اسمه الريكي. وقصه بقى الشكرات والشكرا. الشكرا يعني عجله من عجلات الطاقه. احنا عندنا في جسمنا 7 عجلات طاقه بيتحكموا في الجسم كله، بيتحكموا في حالتك النفسيه كلها اصلا. لو انت شخص مرتاح، يعني واكله كويس، بتنامي كويس، عايشه كويس، بتبتسمي، هتلاقي نفسك طاقتك كلها كويسه. ال7 شكرات اللي في الجسم دول في حاجات منهم بتبقى من الصغر موجوده معانا، وفي حاجات تانية لا، حاجات بتبقى جديده بنطورها لما بنبقى قاعدين معاه. يعني مثلا في حاجه اسمها شكرا الجذع. شكرا الجذع دي اللي هي موجوده تحت خالص، بتبقى موجوده اخر حاجه خالص شكرات الجسم بتاعت الانسان. الشكرا دي لو مش شغاله كويس، الشخص ده مش هيبقى حاسس بالامان. هتلاقيه طول ما هو قاعد عمال بيفرك في الكرسي بتاعه، عمال بيتحرك يمين وشمال، لما يجي يدخل مكان لازم يبقى ظهره للحيطه، ما يقدرش يبقى وراه ناس، يبقى دايما قلقان، ما عندوش شعور بالامان اصلا. ده فاقد لشعور الامان، وده غالبا بيبقى نتيجه لانه كان عنده مشاكل مع الاب. وبالذات الاب، لان الاب هو منبع الحنان او منبع الامان للناس، للطفل نفسه اكتر من الام. الام بتدي حنيه، الاب بيدي امان. بيدي امان فعلا. فلو هو عنده مشكله، الحاله دي بتكتشفيها برضو بحاجه اسمها بندول طاقي. البندول هو اللي بيكشف اي نوع من انواع الشكرات في الجسم مش شغال كويس. ساعات لما بنيجي نتفرج على افلام تلاقي نفسك غصب عنك عماله بتعيطي ومتعاطفه جدا جدا وبتعيطي بجد من جواكي فعلا. ده معناه ان شكرا القلب شغاله بشكل مش سليم، لان شكرا بشكل مش سليم، لان شكرا القلب هي المسؤوله عن الاحساس. فلو انا تعاطفت مع حاجه انا عارفه انها تمثيليه، يبقى انا شخص اصلا عندي مشكله ان انا عندي عاطفه بالزياده وعايزه اطلعها ومش عارفه اطلعها ازاي. انا لسه حاصل معايا. ما هو معنى كده ان بتفرج على ان شكرا القلب عيطت شغاله بزياده، شغاله بصوره زايده جدا. اختلاف بين علم الطاقه واليوجا. اليوجا جزء من علوم الطاقه، هي جزء منها. تمام. واليوجا موجوده من سنين، لما كنا نقعد على الارض، حتى في فيلم عائله زيزي لو هنتفرج عليه ونشوف احمد رمزي لما قعد على الارض وربع ايديه وربع رجليه وراح قاعد عامل ايديه بشكل معين، ده نوع من انواع اليوجا. المفروض ان انت بترفعي الصباع ده، انا مش عارفه اسمه ايه، معرفش، الابهام بترفعيه لفوق وبتبقي ماسكاه على السبابه من الناحيتين، وبتبقي عامله ايديكي كده ومربعه رجليكي علشان كل جسمك يبقى لامس الارض، وبتاخدي من الارض نفسها طاقه. يعني نقدر نقول ان اليوجا هي برضو علم طاقه، جزء من علوم الطاقه، جزء من علوم الطاقه. طيب بالنسبه لعلم الطاقه، كانت الفنانه ياسمين صبري قالت ان انا بتواصل مع نفسي بعلوم الطاقه. صح. وهي بالفعل يعني ايه، قالت حابه الناس كمان عايزه تعمل كده. طيب حضرتك تقولي للناس ازاي يتواصلوا مع نفسهم بعلم الطاقه؟ عشان اتواصل مع نفسي الاول لازم افهم نفسي، لازم اعرف انا نفسي ايه اللي فيها قوي جدا وايه الحاجه اللي فيها ضعيفه. لازم افهم نفسي في البدايه. لو فهمت نفسك هتقدر تتواصل مع نفسك، اللي هو تقدر تستخدم الانر فويس او الصوت الداخلي جواك او الاحساس الداخلي. وده نقدر نوصل له ازاي؟ الستات بنسبه كبيره من يوم ما بيتولدوا هم عندهم كلمه الحاسه السادسه. صح. فهم مش محتاجين حاجه، اي حاجه بتحصل بيحسوا بالحاجه قبل ما بتحصل، بيبقوا حاسين بالشخص اللي قدامهم قبل ما يتم. دي الحاسه السادسه، دي حاجه اسمها شكرا العين الثالثه. عشان كده دايما نقول لو حسيتي ان جوزك بيخونك يبقى بيخونك. لا مش لازم، ممكن تبقي حاسه ان جوزك بيخونك وانت عندك توتر، ومش هو مش بيخونك ولا حاجه، هو يكون تصرفاته غامضه بس مش اكتر. احساس عموما عند الست بيبقى بالفعل زياده، او بيبقى بالفعل بالزبط. موجود يعني، عندها حتى إحساس. لو حاجه يعني هي بسيطه بس موجود يعني. وتقدر لو شافت شخص تقدر تقول لك ده شخص كويس او شخص مش كويس، او ده شخص محترم او شخص خلي بالك منه، تبقى عندها حذر. ففي الاخر ممكن اقدر اتفاهم مع نفسي واقدر اتواصل مع نفسي الداخليه. طيب خلينا ندخل بقى في الابراج وحركه الكواكب. ماشي. الابراج في السنه دي ابراج ليها حظ في المال، نقدر نقول مين؟ كل الابراج السنه دي عندها حظوظ في المال، بس متقسمه. ناس هيبقوا في الجزء الاول من السنه، يعني اول 6 شهور، وناس تانية اخر 6 شهور. السنه دي اللي احنا فيها دي 2025 في حركه كواكب بتتحرك بشكل غريب.
يعني احنا عندنا مثلا نبتون كان قاعد في الحمل، قاعد في برج الحوت بقاله 15 سنه تقريبا. ده نتج عنه ده معناه اوبئه، نتج عنه مشاكل في حروب، نتج عنه مشاكل في حاجات ليها علاقه بالميه، تسونامي حصل، حاجات زي كده كتير. ثوره حصلت في مصر اصلا في 2011، ده نتيجه اصلا لوجود حاجه اسمها نبتون موجود في برج الحوت. مم. اخر، خلي بالك برج الحوت هو اخر برج في الزودياك بتاعنا كله. يعني احنا الزودياك عندنا اصلا بيبتدي من برج الحمل بيخلص في برج الحوت، ما تمام. بيبتديش ابدا من الجدي. مم. عشان كده دايما الناس بتبتدي من الحمل. دايما ده السنه بتبتدي الشمسيه بالنسبه لنا بتبتدي كده. فلو هو الكوكب ده او كوكب صعب، كوكب تقيل، كوكب دايما لابس اقنعه، موجود في بيته، هو بيته على فكره بيته برج الحوت، لو موجود في برج الحوت بيته ال 12 او البرج ال 12 ده بيسبب لنا احنا ازمات. هو اخيرا انتقل تقريبا من 5 ايام او من 6 ايام، يعني تقريبا في بدايه ابريل اتحرك وراح على برج الحمل. يعني كده ارتحنا الحمد لله في ولا راحه إيه الدنيا؟ كبيره جدا، وفي فرصه للاستشفاءات من امراض كتيره ومن اوبئه كتيره ومن فيروسات كتيره كانت ممكن تنتشر. فده حركه مثلا من الحركات اللي احنا كنا منتظرينها. اورانوس اللي احنا بنسميه اورانوس الموت، هو اسمه اورانوس الموت، بيقعد لانه بعيد جدا عن المجموعه الشمسيه، يعني هو بعيد عن الشمس نفسها، فبيوصل يعني دورته بتاخد 165 سنه تقريبا. عبال ما بيوصل بقى تاني بياخد وقت طويل قوي. فاورانوس ده كان قاعد في برج الحمل، هو هينتقل للثور، هيبعد بقى عن الحمل. بعد بقى خلاص الحمد لله وارتاح، خرج من مكان كان قلقه اصلا وكان تعبه وعامل له مشاكل، خرج منه وراح المكان فيه راحه. طيب يعني نقدر نحدد ابراج بعينها هيحصل لها انقلابه كويسه؟ السرطان، الفتره دي برج السرطان عنده زواج، برج الحمل عنده ثراء، برج الاسد عنده تحقيق الحمل عنده شهره وثراء. طبعا بس الجزء الثاني من السنه. ما احنا خلاص اهو. لا، لما المشتري يتحرك، المشتري يعني قاعد دلوقتي في برج الجوزاء. شهر 6، احنا في شهر 4 اهو، يعني بالزبط. بعد شهر 6 بعد شهر 6 ان شاء الله هتبقى في نقله في حياه البرج الحمل. انت حمل صح؟ حمل هيبقى في نقله في حياه وعيد ميلادي النهارده. كل عام وانت بخير. هيبقى في انتقال حلو جدا جدا لبرج الحمل، عنده تحقيق امنيه، عنده تحقيق ثراء، عنده فرصه كبيره في عمله اصلا ان هو يزدهر بكتير، عنده فرصه في تحقيق شهره. للناس اللي طبعا اللي بتشتغل في السوشيال ميديا او بتشتغل في الميديا زيك، فعندهم طبعا نوع من انواع الشهره السنه دي هيتم، بس امتى؟ بعد 18/6. ده كويس جدا. هاني طب يعني معانا السرطان والحمل. السرطان والحمل والاسد. الاسد عنده ثراء برضه السنه دي، وعنده تحقيق شهره، وعنده نجاح مهني غير طبيعي. طيب. العذراء عنده زواج. العذراء عنده زواج. برج العذراء عنده ارتباط رسمي. هل بقى في ابراج عندهم مشاكل؟ اكيد هيبقى في ابراج هيكون فيها مشاكل، مفيش حاجه هتعدي كده يعني الجدي هيبقى عنده نوع من انواع الهدوء النفسي مع اطفاله او مع اولاده او في بيته. الجدي. طيب انا بس جاي لي من الكنترول بيقولوا لي عايزين الثور. برج الثور السنه اللي فاتت كان من اتعس الابراج، سوري بقى في اللفظ كده ان انا اقول اتعس، وهم في الكنترول طبعا يردوا عليكي في الكلمه دي. كان عندهم مشاكل كتيره وخصوصا مشاكل عائليه ودخلت في مشاكل ماديه. السنه دي بتتحل مشاكلهم بس من النص الثاني من السنه. يعني النص الثاني من النص الثاني تمام. طبعا لان المشتري هيتحرك من برج هوائي اللي هو الجوزاء، مع انه في بيت المال بالنسبه لبرج الثور، لكن هيروح لبيت العلاقات، وهنا بيدي للثور فرصه جديده في علاقاته العاطفيه. طيب اما مصالحه او جواز جديد. كويس. طب القوس بقى؟ القوس من الابراج اللي اصلا ما بيعرفش يستفيد بالايام الحلوه اللي عنده، الايام الذهبيه اللي عنده. القوس برج عصبي جدا، يعني عايزينه يهدى، لازم يهدى. دايما بيضيع الحاجه اللي هو بيعملها بعصبيته. فلما بيتعصب بيغلط، فلما بيغلط بيضيع الفرصه الكويسه بالنسبه له، مع انه السنه دي عنده فرصه حلوه جدا جدا لتحقيق امنيه، بس برج القوس صعب ان هو يعرف يمسكها. تمام. يبقى احنا كده عندنا السرطان والحمل والقوس والثور قلناه، والثور والاسد قلناه برضه، وقلنا العذراء عنده زواج، والميزان عنده تحقيق ثروه. طيب يعني عنده نجاح مهني. في كل الابراج عندها بالظبط، عشان كده بقول لك حلوه قوي كله عنده السنه دي حاجات حلوه، مش لكن مفيش حد بعينه وعنده مشاكل او حظ قليل. العقرب ممكن يبقى عنده شويه مشاكل، مع ان المشتري في السرطان الصديق ليه ممكن يدعمه شويه، لكن العقرب ممكن يمر بشويه مشاكل. العذراء لازم يهدى شويه ويبطل ينتقد، لو بطل الانتقاد السنه دي عنده زواج، عنده فرصه للزواج او الارتباط. تمام. طيب عندي الدلو راحه بقى، راحه بعد تعب، راحه بعد تعب فعلا يعني. هو تعب، لا مش 6 شهور، ده هو ابتدى خلاص الحمد لله من اول السنه الدنيا ماشيه معاك كويس، السنه معاك كلها حلوه، كلها كويسه جدا. تمام.
طيب بالنسبه لخبير الابراج، هل كل خبراء الابراج ليهم معرفه بالتاروت؟ لا، مش شرط. التاروت حاجه والابراج حاجه تانية. تمام. التاروت هو حاجه ليها علاقه بالطاقه، وهو مجرد ورق بيتقري بتعرفي منه قصه او سيناريو انت جايه تسالي عليه. لكن الابراج ملهاش اي علاقه خالص بالتاروت. الابراج دي علم فلك، وعلوم الفلك دي عند قدماء المصريين والفراعنه من زمان جدا جدا. احنا نفسنا كنا زمان في جورنال الاهرام بتاعنا كنا لازم نفتح اخر صفحه ورا كان فيها حاجه اسمها حظك هذا اليوم بالظبط. وكنا بنقراها. لحد دلوقتي في لسه جرايد زي اليوم السابع، المصري اليوم، كل الحاجات دي بتنزل اصلا لسه توقعات الابراج يوميا. تمام. طيب يعني التاروت بقى ده جزء لوحده؟ التاروت ده علم من علوم الطاقه، علم تاني، فمحتاجين له بقى حلقه لوحدها. التاروت حاجه من الطاقه، ملهاش علاقه بالكواكب وملهاش علاقه بالفلك. تمام. يبقى التاروت هناخد له بقى وقت كده لوحده، لانه محتاج وقت اطول، لان فقرتنا خلصت بسرعه قوي قوي. حضرتك شرفتيني جدا. أشكرك. كنت مبسوطه جدا ان كنتي معايا. اشكرك. وبشكركم مشاهدينا، وانتظرونا في حلقات قادمه، والى اللقاء.